اوعى تكون مفكر ان الاجهزه الذكيه بتراقبك، لا ده تبقى غلطان. لان هي هتراقبك ليه؟ انت ما تهمهاش في اي حاجه، لكن اللي يهمها في الموضوع كله سلوكياتك اللي انت بتمارسه على النت. يعني بتدور على ايه، بتبحث على ايه، المواقع اللي بتخشها، اهتماماتك، كل حاجه انت بتدور عليها بتتحول عندهم لبيانات وبتتخزن بشكل اوتوماتيكي. وللاسف بقى ان هم بعد كده بيستخدموها للاعلانات. أمال يعني أنت مفكّر إن الإعلانات دي بتعجبك إزاي وبتأثّر عليك وبتخلّيك تشتريها، إلا إذا كانت بتمِس اهتماماتك اللي هم أصلًا جابوها من البيانات اللي اتجمّعت عنها كلّها. وطبعًا الموضوع ده بتستخدمه الشركات اللي بتسوّق على مستوى عالي زي أمازون وغيرها. وساعات كده بيتهيأ لك إن التليفون بيسمعك وبيجيب لك كل حاجة خاصة بالشيء اللي أنت اتكلّمت عنه أو حتى فكّرت فيه. ده بيبقى نتيجة تجميع البيانات اللي already خلاص اتجمّعت حواليك أنت. أنت اللي بتدّيهم كل البيانات عنّك، مش هم اللي بياخدوها منّك أو بيحاولوا يعرفوها غصب عنّك. أكتر الشركات اللي بتعمل تلفزيونات الsmart عملت الحركة دي، بس للأسف إن وقتها الموضوع اتكشف واتبلّغ عنهم واتكلّفت شركة من الشركات مليارات كتعويضات للناس اللي اشتكت من المصيبة دي. على حِس سلوكياتك وتصرفاتك الإعلانات بتشتغل وبتروّج وبيكسبوا أحلى فلوس على حِسّك أنت. بس ما تقلقش، الموضوع أصلًا ما يخوّفش. يعني بمعنى أصح كل المواقع اللي أنت بتخش عليها وبتشوفها سهل أوي إن أنت تمسح ملفات التعريف والcookies التابعة ليها. عوّد نفْسك إن أنت بشكل مستمر إن أنت تمسح من عندك كل المواقع والسجلات اللي أنت دخلت عليها. بالطريقة دي هتمنعهم إن هم يجمّعوا البيانات اللي هم بيجمّعوها عنك. إن العالم الذكي ده ما يهموش أنت بتعمل إيه أو عايش إزاي، أنت ما تهمهمش في أي حاجة، لكن سلوكياتك وطلباتك وأفكارك هي اللي تهمهم. خلّيك واعي، واعرف دايمًا أنت رايح فين.